السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الشعب الكويتي يخرج لساحة الإرادة للتضامن مع القضية الفلسطينية، ويطلع لنا أشخاص من الشعوب الخليجية أو العربية زعلانين. للأمانة ماني عارف سبب الزعل، هل هو حسد؟ هل هو غل؟ الله أعلم. مثل أحدهم من إحدى الدول الخليجية يقول: لما كانت إيران تدك مناطقنا بالصواريخ عبر أذنابها ما شفنا الشعب الكويتي تضامن معنا وخرج لساحة الإرادة. أول شيء يا عزيزي، مو معقولة أنك تكون منسدح تحت المكيف وتبي الشعب الكويتي يخرج لساحة الإرادة بالنيابة عنكم للتضامن معكم. وثاني شيء اللي خلى عندك استعداد أنك توقف سيرة طوله كيلو أمام كافيه أو مطعم، أو تحضرون حفلات غنائية بالآلاف، يخلي عندكم استعداد أنكم تنظمون اعتصام سلمي لمناصرة دولتكم. وشوفوا وقتها الشعب الكويتي يوقف معاكم ساحة الإرادة أو لا. بتقول لي أن نظامكم لا يسمح بالاعتصامات السلمية. طيب حنا نظامنا ودستورنا يسمح بالاعتصامات السلمية، أنتم زعلانين ليش؟ ومع ذلك كنا نوقف معاكم ونتضامن بالحلوة والمرة. وأي شخص كويتي يسيء لكم أو لقيادتكم أو لدولتكم أو لأمرائكم كنا نلجمه ونوقفه عند حده. لكن بالمقابل أنتم إذا أحد أساء لنا أو لقيادتنا أو لدولتنا أو لشيوخنا كنتوا تصفقون له وتطبلون له وتأيدونه. هني الفرق بيننا وبينكم. وحنا راعين الأولى، ويقولون راعي الأولى ما يلحق، وفهمك كفاية. وثالث شيء من غير المنطقي أنك تقارن نفسك بفلسطين، فأنت دولتك حرة مستقلة وهم دولتهم مغتصبة محتلة. خرج شبابها بأموالهم وأرواحهم وأسلحتهم للدفاع عن وطنهم، بل للدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية كافة، فهم يستحقون الدعم والمناصرة. أما بالنسبة للكاتب الإماراتي اللي يقول الكويت شرعت قانون بحبس من يتعاطف مع إسرائيل، حتى قطاع غزة لم يشرع هذا القانون. حتى أنتم شرعتوا قانون من يتعاطف مع حماس بالحبس. يعني إما أنكم تطبعون معانا أو نتهكم عليكم. لكن اسمع، هذه القاعدة عن الكويت قيادة وشعبا، بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة الإسلامية. وحتى نطبعنا سوف نطبع آخر دولة، وإن شاء الله ما يجي هذا اليوم. لولا احترامي للحمة الخليجية لسمعت الكلام يزعلك. وبخصوص الأخ العماني اللي مزعلنا من يطالبون بفتح باب الجهاد، ويقول أنتم تخافون تسكرون باب بيتكم بالليل. يعني إذا أنت جبان هذا شأنك، لا تشوف الناس بعين طبعك. مثل ما في ناس جبناء في ناس شجعان، والمفروض في هذا الوقت أن نكون كلنا على قلب واحد نناصر القضية الفلسطينية. لكن يطلع لك بعض المتصهينين العرب ويستهزئون ويستنقصون من يناصر هذه القضية. يا أخي ما تقدر تنصر القضية الفلسطينية لا تكون خنجر في خاصرتها. وختاما، بعض المتصهينين العرب ينطبق عليهم شطر من بيت الشاعر المرحوم رشيد الزلامي: لا هو فاعل فعلك ولا هم جنبك. وعشان نسهلها على أخواننا الحضر، لا هم مسوي مثلك ولا هم موخر عنك. السلام عليكم.